عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله، ويكون هذا الشهر الكريم دخل عليكم بالصحه والعافيه يا رب. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه، يعني هي في الاصل تونسيه وزوينه بزاف، جربتها شحال من مره، يعني رائعه. غادي تجربوها وغادي تعجبكم، وسهله في الخدمه، والمقادير موجوده في كل بيت. غادي نبداو على بركه الله. غادي نحتاجوا لهاد الوصفه 500 غرام تاع الفورص او الدقيق الابيض، هي هذه انا درتو هنايا، غربلته من قبل ودرتو هنا في العجانه. غادي نحتاجوا ليها واحد البيضه، يعني مقادير بسيطه وغادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. هنايا عاشق صغيره ديال الملح، والملح دائما كما تنقول لكم كتبقى على حسب الذوق، اللي بغى يقلل ولا يكثر. هنايا غادي ناخذ 15 غرام خميره تاع الخبز، ما بين 10 حتى ل 15 على حسب الجو، يعني بعد المرات الا كان الجو سخون نديرو غير 10 غرام. انا درت هنا 15 غرام لحقاش الجو شويه باقي بارد. غادي ناخذ واحد الخنيشه تاع خميره د الحلوى، غادي ناخذ غير نص ديالها، ولا لا عبرتو بالعاشق غادي ناخذ نص عاشق صغيره، يعني ما بين 4 غرام هكاك، نص خنيشه تاع خميره د الحلوى. هنايا ربع كاس تاع الزيت نباتيه. هذه هي المقادير اللي غادي نحتاجو، وغادي ناخذوا الماء دافي باش غادي نجمعوا العجين. غادي نخليوها يعني تعجن واحد 5 دقائق. الا كانت العجانه نديرو في العجانه، الا عجنا بايدينا هكاك 5 حتى ل 10 دقائق، يعني نجمعوها، ما كتحتاجش للدلك يعني كتير. صافي وهي هذه بارك عليها تجمعات. المهم خليتها كتعجن واحد 5 دقائق. صافي ها هي تجمعات هكا، تجي شويه مرخوفه، ما تكونش يعني جامعه راسها، تكون شويه مطلوقه، حيت باقي غنعاود ندير فيها لافارين ونسرحها. دابا غادي ناخذ العجينه، هنا غادي نسرح الفرينه لان العجينه عندنا ديجا مرخوفه. غادي ناخذ الفرينه هكا كما كتشوفوا هكا، يعني ما تكونش عاقده بزاف. غادي نجمعها في هذه الفرينه هكا، وغادي نرجعها للعجانه. غادي نخليها واحد الساعه بين ما ارتاحت لينا. نتوما كما كتشوفوا غادي نخليها واحد الساعه، غادي نغطيها. بالنسبه للماء هزات هي كاس ونص، يعني ناقص منه شوي، يعني كاس ونص د الماء، وعينكم ميزانكم. كما شفتوا هي هذه غادي نغطيها وغادي نخليها كترتاح واحد الساعه، حيت الجو باقي شويه يعني بارد. ملي كان الجو سخون غير نص ساعه كافيه. صافي غادي نخليها كما قلت لكم وغادي نرجع لكم. وبالنسبه للماء درت كاس ونص تاع الماء بقياس د العنبه. ها هي العجينه بعد ما مرت ساعه، شفت نفخات وخمرات. دابا غادي ناخذها، غادي نسرحوها بالدلاك. لا ترطبه يعني كتمشي بسهوله، ما بلا مجهود بلا والو. هانتوما كيفاش كتمشي.
خليوها شويه غليظه، ما ترقوهاش بزاف، واحد 2 سنتيم هكاك تاع العرض. غيديروها تكون مقاده، يعني ما تكونش جهه غليظه وجهه رقيقه. صافي هذا هو السمك ديالها كما كتشوفوا، ما ترقوهاش بزاف. دابا غادي تاخذوا شي كاس ولا قطعه على عندكم. انا غادي ندير على حسب هذا الحجم، الا بغيتو نتوما تكبروا كبروا ماشي مشكل، ولا تصغروا كاع على هكا، ولكن هذا هو القياس، زعما قياس زوين، ما كبيرش ما صغيرش. غادي نكمل العجينه كامله. غادي ناخذوا هذه العجينه وغادي نديروها على شكل مستطيل هكا، غير غنجبدوها غير شي شويه بايدينا. غادي نطيبو. درت الزيت هو الاول حتى سخن، عاد غادي نرمي الكريسات ديالنا. غادي ناخذ شي عاشقه بحال هكا ونحاولوا نكبوا عليهم الزيت باش يتنفخوا. غنتسناو عليهم حتى ياخذ لنا داك اللون الذهبي، ومن بعد غنحيدوهم. بعد ما كملناهم غادي نغطيوهم، ضروري تغطيوهم باش هذيك السخونيه كترجع عليهم. صافي. ودابا غادي نوجد الحشوه اللي غادي ندير. هانتوما البنات، هنايا الطون، الزيتون هكايا، والزيتون هكا دوائر، المهم على حسب اشنو متوفر عندكم، ولا الزيتون الكحل، المهم اللي كيبغي شي حاجه يعمر بها. هنايا كاين البيض مسلوق والهريسه البنات، ما تنساوهاش ضروري الهريسه، كتبنن هاد الخبيزات وكيجيو زوينين. هنايا البطاطا غادي ندير ليها شويه د البزار وشويه د الملحه وشويه د الربيع. غادي ناخذ الخبيزات ديالنا، غادي نديرو شويه د الهريسه هي الاولى. بطبيعه الحال اللي تيبغي الهريسه، اللي ما تيبغيهاش ماشي مشكل ما يديرهاش. غندير شويه البطاطا، هذه البطاطا سلقتها وكما شفتوا درت لها شويه البزار وشويه الملحه. غندير البيض مسلوق وشويه الزيتون، سواء هذا الابيض ولا الكحل كيبقى الاختيار لكم، وشويه ديال الطون. بالنسبه للحشوه البنات اللي كان عندكم متوفر، لا عندكم كفته، عندكم الدجاج، عندكم اللي عندكم، باش ما بغيتو تعمروا عمروه. المهم انا اقترحت عليكم الطون والبيض المسلوق والبطاطا، وانتم ديروا اللي غادي اللي كيعجبكم واللي متوفر عندكم. كيجيو زوينين، واخا تنقليوهم في الزيت ما تيشربوا لا زيت لا والو.
شويه الطون والبيض مسلوق وشويه الزيتون، تيجيو زوينين وساهلين بالنسبه للمائده الفطور، يعني تحطوهم زوينين وساهلين في الخدمه. ها نتوما البنات، الخبيزات تاعنا هما هادو جاو زوينين، وكاقتراح للفطور واحد يعني نبدلوا شويه من الخبيزات العاديه اللي كنديروا بطبط صغير ولا كنديروا هادو خبيزات ثاني شكل اخر. كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم، ولا يعجبوكم ما تنسوناش بالتعاليق الزوينه ديالكم بحال ديما. السلام عليكم، لا فيديو جديد ان شاء الله.